بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على حبيبي ورسولي وشفيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل معاكم القرص الفلاحي الجميلة بأول مرة بالأربع أعشاب، 4 أنواع أعشاب. هنا اللي أنا حطيت في الدقيق والخميرة ده يا بنات، ومعلقتين عسل ومعلقة خميرة ونص كده. ده خض من اللي هو يعني هو يعتبر يعني زي الحليب كده، اللي بنطلع منه الزبدة اللي بيبقى قشطة، وبنطلع الزبدة منه وده بيتبقى. ده اللي انا حطيت في الخميرة، وهكمل بحليب. هنا كان معايا قطعة زبدة صغيرة كده، قيمة معلقتين او 3. والسمنة دي سمنة بلدي على سمنة فرن. كام قد سمنة؟ كوباية ونص. على قد ايه يا بنات؟ على كيلو ونص دقيق. كيلو ونص دقيق. بسم الله ما شاء الله، عملوا لنا شويه قرص تحفه. ريحتها وهي بتتعمل بس كده، الريحه طالعه في منتهى الجمال. هنا حطينا بقى الخميره بعد ما خمرت واتفاعلت كده مع بعضها. حطينا باكو بيكنج باودر او باكو كيتشيف اللي موجود عندكم. القرص دي جميله قوي يا بنات، والله العظيم تعملوها لعيالكم. انا حبيت احط شويه حليب كمان، يعني حطيت شويه حليب بعد الخض ده، ونمسكها. ما فيش عجين بقى، اللي هو بنقلب بس، ندخل كل حاجه في بعضها. هي العجينه طريه شويه، بس بترجع تشد شويه تاني لحالها كده، عشان الجو برد. والسمنه انا ما قدحتهاش يا بنات، انا ما بقدحش السمنه ابدا، بس انا حطيت عليها الاعشاب وسخنتها عشان الاعشاب يطلع الرطوبه منها. وبنمسكها بقى تبطيطها سهل قوي قوي، بنفردها ونسوي على ايدينا. بس كل ما تقطعوهاش مره واحده. ماشي يا بنات؟ قطعوا قيمه ربع العجينه وربعها مره وربعها مره، اعملوها على 3 مرات كده. انا خرمت كده صينيتين والباقي ما خرمتوش، على اساس اشوف ده اللي متخمر قابب. طبعا انا خرمته عشان ما يقبش، بس هي عادي تسيبوها تقب عادي، حلوة برضو كده، حلوة وكده حلوة. بس القرص طالعة تحفة، ريحتها تحفة جميلة قوي. يوريكم اللي متخرمة ويوريكم اللي مش متخرمة. دي قرص بقى يا بنات، اللي هي لا هي طرية قوي فطاير يعني، ولا هي اللي هي الناشفة. دي بني البنان كده، اللي بتتعمل الكيلو الدقيق عليه كاسة سمنة، وممكن تحطوا نصها زيت ونصها سمنة. بس انا بحب السمنة والزبدة في المعجنات بصراحة. في القرص في الفطاير ممكن احط شوية زيت. حطوا لنا لايكات يا جماعة.